طبعا كلنا لما بدانا المجال سواء جرافيك ديزاينرز، فيديو اديتورز، انيميتورز، كوبرايترز، فرونت اند. خليني ادردش معاك في دقيقه واحده بس قبل ما اوريك الطريقه، وما تعملش سكيب. انت كده كده بتضيع ساعات على تيك توك. طبعا فيديوهات انا مش تضييع وقت. المهم كل جاب المنتجات اللي هو عايزها من ادوبي بطريقه غير الموقع الرسمي. الطرق دي لسه موجوده، بس هيبقى فايتك مميزات كتيره قوي هتنزل الفتره الجايه. منها اللي نزل اصلا واللي خلاك تيجي تتفرج على الفيديو ده، وهو الجنريتيف فيل، وهو اللي وصل الفوتوشوب لمرحله انه بقى زي ما الناس فعلا كانت فاكراه زمان. كانوا بيجي يقولوا لك انت بتدوس تكتين وبتعمل ديزاين. الفكره ان دلوقتي فعلا انت بتدوس تكتين وبتعمل ديزاين. تكتين يغيروا صوره كامله، وبتكتين بس تقدر تحط حاجات كتيره جدا في الصوره. مش بس الصوره، ده الفتره الجايه كمان هينزل ادوبي فاير فلاي للفيديوهات، وده اللي هيغير كل حاجه حرفيا. بتكه واحده هيحط لك ساوند افكتس للحاجه اللي انت عايزها بالظبط. بتكه ثانيه هيعمل لك بي رولز مناسبه تماما للفيديو اللي انت شغال عليه، بدل ما كنا بندور كتير عشان نلاقي بي رولز وفي الاخر كانت بتطلع مش احسن حاجه. المهم طريقه انك هتخش على موقع ادوبي الرسمي وهتغير البلد لتركيا، وده عشان ادوبي بيتعامل بنظام تسعير مختلف لكل بلد. يعني في امريكا هتلاقيه ب $20، وفي مصر هتلاقيه عامل 349 جنيه بالظبط. احنا هنا بنتكلم على اسعار مخفضه للطلبه بس، ما تقلقش هي كده كده بتشتغل مع الايميل العادي. فاحنا بقى هنغير الريجن او المنطقه لتركيا، وده هيخلي السعر بتاعها تقريبا عامل 125 ليره حاجه كده، وده هيساوي 195 جنيه بالمصري. طبعا انت هتقول لي انت بتحور يا عزيزي عشان انت كنت قايل لنا على تيك توك ان انت هتجيبه ب 84 جنيه ونص بس. ايوه فعلا، بس اصبر ثواني. ومن هنا هتطلع لفوق عند اليو ار ال وهتغير اللغه بتاعتك لعربي او انجليزي على حسب انت فاهم ايه بالظبط. اهم حاجه بس تدخل بايميل جديد او اي ايميل ما تكونش سجلت بيه على بيهانس او اشتركت بيه في اي منتج من منتجات ادوبي، عشان ما ينفعش تكون قايل له في اشتراكك القديم اللي انت مصري وتيجي دلوقتي تقول له ان انت طالب من تركيا. اعمل بايت او سبسكرايب، هتدخل على الخانه اللي تكتب فيها ايميلك. بعد كده تدخل البيانات بتاعت الكريدت كارد بتاعتك، وهينقلك على الحته تكتب فيها اسمك والكليه بتاعتك والقسم بتاعك. وما تقلقش اكتب الكليه بتاعتنا عادي، مش لازم الجامعه تبقى في امريكا. اهم حاجه بس تخلي السنه بتاعت التخرج بتاعتك لقدام شويه. يعني انا عن نفسي عملتها 2027، ممكن انت تعمل 2028 كانك لسه اول مره هتخش الكليه. بس كده اعمل اكسبت وسبسكرايب، هيدخلك تغير الباسورد بتاعك. اول مره بيبقى عامل 195 جنيه بس، بعد كده بتبقى عامل 169 جنيه و20 قرش 30 قرش حاجه كده. الميزه بقى ان هو بيفتح لجهازين، يعني انت ممكن تكلم حد من صحابك وتتفقوا على ان انتوا تقسموا السعر مع بعض، وبكده هيدفع كل واحد فيكم 84 جنيه ونص بس. حاجه واحده بس قبل ما تقفل، خليك عارف ان انا لما بلاقي معلومه جديده بطلع اشاركها لكم على اليوتيوب او تيك توك، فاتمنى بجد انك تعمل سبسكرايب وتعمل لايك على الفيديو دوت.